إدارة الزمالك تترقب آلاف الدولارات لحل أزمات الفريق. مسؤولو نادي الزمالك يترقبون حاليا وصول مبلغ 700 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هذا المبلغ 700 ألف دولار بيأتي من الاتحاد الإفريقي نظير مشاركة نادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنقضي. وكان نادي الزمالك قد أنهى مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي أمام سجرادا الأنجولي في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط. ومن المقرر أن تستخدم إدارة نادي الزمالك هذا المبلغ 700 ألف دولار في حل أزمات الزمالك الحالية من مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وبالإضافة إلى مستحقات اللاعب الغاني اتشمبونج مهاجم نادي الزمالك، بالإضافة أيضا لأموال نادي وادي دجلة في رعاية اللاعب السنغالي إبراهيم نضاي لاعب الزمالك الحالي.